لو كنت ناوي تزور مدينة نور سلطان وعاوز تعرف ايه هي احسن الاماكن السياحية داخل مدينة نور سلطان، في فيديو النهاردة هقول لك على افضل 10 اماكن سياحية تقدر تزورهم في مدينة نور سلطان. فتخليكم معايا وتابعوني. برج بايتريك. برج بايتريك هو عبارة عن نصب تذكاري وبرج مراقبة في مدينة نور سلطان، وهو من المعالم السياحية الشهيرة. هو برج أبيض شبكي يعلوه كرة زجاجية كبيرة بيبلغ ارتفاعه 105 متر فوق سطح البحر. بيوفر إطلالات صحيحة على المدينة من الأعلى من خلال الزجاج ذو اللون الذهبي. هتلاقي فيه مقهى، وهتلاقي في قمة البرج بصمة ذهبية لرئيس السابق نور سلطان، وهي من الدهب الخالص، وزنها 2 كيلو. مركز خان شاتر الترفيه هو أحد وأشهر أكبر الأماكن السياحية الحديثة اللي تم بناؤه في عام 2010. بيتميز بهندسة معمارية فريدة على شكل خيمة، وهو مركز تسوق ترفيهي ضخم بيبلغ ارتفاعه 150 متر. بيعتبر مركز شاطئ خان ضمن 10 مباني صديقة للبيئة على مستوى العالم. هتلاقي فيه العديد من مراكز التسوق والترفيه المختلفة، وهتلاقي كمان العديد من المتاجر والمكتبات والسوبر ماركت، وكمان المكاتب والشركات. وهتلاقي فيه كتير جدا من المقاهي والمطاعم والملاعب وحدائق عائلية، بالإضافة كمان لمسارح سينما وشاطئ اصطناعي وأكوا بارك. وهتلاقي كمان فيها رمل حقيقي بيجيبوه من جزر المالديف. القبة بتاعته من الخارج عبارة عن خيمة شفافة بمساحة 27,000 متر. أكواريوم نور سلطان. الأكواريوم مركز ترفيه حديث، وهو الأكواريوم الوحيد في العالم اللي بيقع على بعد أكتر من 3000 كيلومتر من المحيط. بيضم 3000 مخلوق بحري من محيطات العالم. وبيعد الجزء الأكثر إثارة للاهتمام في الأكواريوم هو الخزان الرئيسي. هتلاقيه مع نفق بطول 70 متر مصنوع من الأكريليك الشفاف. هتلاقي في أسفله مجهز بممر متحرك حيث يمكنك من خلاله تجول في قاع البحر على بعد سنتيمترات من أسماك القرش. قصر السلام أو هرم السلام هو واحد من المزارات السياحية المهمة جدا في مدينة نور سلطان. هتلاقيه عبارة عن مبنى ارتفاعه 77 متر بيقع على كتلة أرضية مغطاة، وتم تصميم المبنى كمركز عالمي للتفاهم الديني ونبذ العنف وتعزيز الإيمان والمساواة بين البشر. بيضم هرم السلام دار أوبرا بتتسع ل 1500 مقعد. بالإضافة لمتحف وطني للثقافة ومكتبة ومركز أبحاث. بيعبر هرم السلام عن روح كازاخستان، حيث بتعايش الثقافات والتقاليد من مختلف الجنسيات في سلام وتوافق.
مسجد حضرة سلطان واحد من أجمل مساجد كازاخستان، وهو واحد من أشهر المعالم السياحية في مدينة نور سلطان. هو تاني أكبر مسجد في آسيا الوسطى، تم بناؤه عام 2017. بيتميز المسجد بتصاميم هندسية رائعة مع زخارف كازاخستانية تقليدية، وبيضم أكبر قبة في كازاخستان. وهتلاقي المسجد كمان بيضم نسخة قديمة رائعة من القرآن الكريم بتزن 40 كيلو جرام، وتعد واحدة من أقدم الكتب المقدسة الأصلية في العالم، بالإضافة كمان لمصحف فضي مصنوع في موسكو. دار الأوبرا في نور سلطان. دار الأوبرا هتلاقيها متميزة بالطابع الأوروبي. اتأسست دار الأوبرا والباليه أوبرا أستانا في عام 2013، وهو أكبر مسرح في آسيا الوسطى بيضم مجموعة أعمال للملحنين الوطنيين المشهورين، وهي واحدة من أشهر الأماكن السياحية في مدينة نور سلطان. جسر أتيراو. بيعتبر جسر أتيراو واحد من أشهر التحف المعمارية في مدينة نور سلطان. بيبلغ طوله 314 متر وعرضه 10 متر ونص. بيشتهر الجسر بتصميمه المذهل اللي بيربط بين ضفتين النهر، ويوجد في منتصف الجسر تمثالا لسمك الحفش البرونزي. من الحاجات المميزة جدا في مدينة نور سلطان وهو ان انت تاخد رحلة بحرية في نهر أشيم. انصح الكل يجربها حتى ولو مرة واحدة. نهر أشيم واحد من أجمل الحاجات المميزة جدا داخل مدينة نور سلطان، وهو نهر أشيم. النهر ده بيعبر ما بين كازاخستان وروسيا، وبيبلغ طوله 2450 كيلومتر، يعني بحدود 1520 ميل. حديقة سنتر بارك. حديقة سنتر بارك بتقع على الجانب الجنوبي في نهر أشيم، وهي أحد المزارات السياحية المهمة. بتوفر الحديقة فرص للتنزه وسط مساحات خضراء واسعة. كما يمكنك ممارسة الرياضات المختلفة في الهواء الطلق. المكان رائع جدا ويستحق الزيارة. حديقة النباتات. بتعتبر الحديقة دي مكان مثالي للقيام بجولة بين النباتات الخلابة المعروفة والنادرة. بتمتاز بتصميمها الجميل والحديث، وممراتها رائعة ذات الصيانة الممتازة والتصميم الهندسي الحديث اللي بيتيح لزوار الحديقة التجول بأريحية. بتضم بركة اصطناعية مبهرة ويحيطها العديد من النباتات الخضراء والورود الجميلة. كمان بتضم بيوت زجاجية ودفاءات لزراعة النباتات الاستوائية، بالإضافة كمان إنها بتضم تماثيل كلاسيكية وحديثة بتصاميم مبتكرة. من أكتر الحاجات اللي مشهورة فيها وهي النافورة الراقصة، ودي واحدة من الحاجات الجميلة داخل الحديقة. أما بالنسبة لمدينة نور سلطان فهي بتقع على طول نهر أشيم في السهول الوسطى. المطار الدولي فيها هو مطار نور سلطان، بيبعد عن العاصمة 19 كيلومتر، وهو المطار الدولي الرئيسي لمدينة نور سلطان. بيعد مطار نور سلطان هو تاني أكبر بوابات الركاب ازدحاما في آسيا الوسطى. هتلاقيه بيقع على ارتفاع 355 متر فوق سطح البحر. اللغة الرئيسية في مدينة نور سلطان هي الكازاخية والروسية. أفضل وقت للسفر لمدينة نور سلطان في شهر إبريل ومايو.
بسبب طبيعة المناخ وبسبب انخفاض تكلفة الرحلات الجوية، وبتتراوح درجات الحرارة بين 15 ل 20 درجة مئوية. كمان ممكن تقدر تزور مدينة نور سلطان في شهر 6 و7، بيكون الجو رائع ومش بارد، والأجواء كمان بتكون مناسبة. بتتميز مدينة نور سلطان بالأبراج العالية المميزة في التصميم، وهي واحدة من أجمل المدن في كازاخستان، فضلا عن أنها عاصمة كازاخستان. في نهاية الفيديو يا ريت لو الفيديو عجبكم يا ريت تدعموني باللايك وتشتركوا عندي في القناة، ولو عندكم أي سؤال أو أي استفسار يا ريت تسيبوهولي في تعليق. شكرا ليكم واشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله من داخل كازاخستان.